عزيزي الطالب، استاذنك تخليني صديقك في رحلتك وانت مسافر اول مره على المانيا. هنمشي مع بعض كاننا مسافرين مع بعض، وانا طالب زي زيك هعمل نفس الخطوات اللي انت هتعملها. لما انا جيت على المانيا اول مره ما كنتش اعرف اي حد هنا في المانيا وما بتكلمش الماني خالص. التجارب اللي انا هحكي لك النهارده ديت هي عباره عن تجارب شخص توكل على ربنا الاول وبعد كده توكل على نفسه في الاخر، يعني عمل كل الحاجات ديت بنفسه، فوقع في اخطاء كتير اتعلم منها كتير. تفاصيل كتير هنحكي عليها النهارده، مش هعرف اقول لك قد ايه مهمه جدا التفاصيل دي لو انت طالب جاي اول مره على المانيا. يلا بينا نشد الرحال مع بعض ونخش على بدايه رحلتنا. هبدأ معاك مع أول لحظة هتسيب فيها أهلك في مصر وتودعهم وتخش المطار، وهنا أنا هستلمك مع بعضينا نمشي بقى في إجراءات السفر. يلا بينا. أول حاجة لازم تبص على الشاشة اللي فيها الطيارات عشان تتأكد فعلا من رقم رحلتك والاتجاه اللي هي رايحة ليه والميعاد بتاعها. اتأكدت خلاص إن أنا رايح كده في الاتجاه الصح، يلا بينا يا معلم. أول حاجة هتتفتش في الأول تفتيش بسيط، هيبقى في المطار في الأول تفتيش لذيذ كده، هيفتشوا الشنطة الكبيرة وأنت هتقلع الجزمة وهتقلع الحزام، وفي واحد بس هيبص على تذكرتك ويبص على الفيزا بتاعتك وهيسألك مسافر فين. بعديها تتجه على طول على شركة الطيران انت مسافر معاها او الاوبريتد باي، يعني انا مثلا لوفت هانسا اوبريتد باي سويس اير، هتروح على الجهة بتاعة الطيارة بتاعتك او جهة شركة الطيران او اللي ماسكه شركه الطيران. هتعمل ايه هناك؟ هتعمل تشيك ان. لو انت ما عملتش تشيك ان اونلاين قبل ما تيجي هتضطر تعمل تشيك ان عندهم، وهيبصوا على الفيزا وهيبص على التفاصيل بتاعتها وهيبص على كل حاجه، وهتعمل عندهم برضو الوزن. وشوف بقى على حسب الوزن دوت مع شركه الطيران المختلفه. في مثلا لوفت هانسا ماكسيموم 23 كيلو للشنطه، ما بيدوش وزن جامد قوي. في مثلا تركيش ايرلاينز بيدوا مثلا 30 كيلو للشنطه، او تفرقهم على شنطتين زي ما انت عايز. كل طيران ليه الوزن بتاعه. حاول انك انت تكون وازن الشنطه كويس قبل ما تروح المطار عشان يا صديقي ما تقعش في اي مشكله ان هم يقولوا لك ان الوزن دوت كتير، ساعتها اهلك مش معاك، هتضطر انك انت تفضي وزن وترجعه لاهلك بره المطار. كوسه شويه في الاول، فحاول تتاكد ان الوزن اللي انت مسافر بيه دوت هو الوزن اللي هو ماكسيمم تجيبه معاك وانت رايح. ولو نفترض عدى ما يعديش بكتير كيلو او اتنين، في موظفين بيسمحوا بيه عادي مفيش مشكله، بس الصح انك انت ما تعديش او تبقى على بالظبط. يعني مثلا لو هو قالك 30 كيلو، 30.5 30.2 30.7، ما تخشش في ال 31. جبت الوزن بتاعك، اول حاجه هتعملها هو هيديك ورقه، لو هو موظف لتبع شركه الطيران هيديك ورقه اسمها استماره مغادره البلاد. الاستماره دي هتملى فيها بس بياناتك وغرض السفر، وهتروح بيها بعد كده على باسبور كنترول في اتجاه الجيت بتاعك. هو هيشاور لك يقول لك اتجاه الجيت رقم كذا، وهتمشي تروح بعد كده على باسبور كنترول. هناك هيسالك بالظبط انت مسافر ليه. باسبور كنترول في مصر هتقول انا مسافر عشان ادرس، والفيزا في الباسبور موجوده، فمفيش قلق في الموضوع ده. وهتتاكد بعد كده عند الجيت او البوابه عشان تستنى هناك لغايه لما يبدا مرحله البوردنج للطياره تبدا. مش مهم تبقى اول واحد او اخر واحد هيخش الطياره، كله هيخش، المهم تبقى هناك موجود يعني، وتتاكد من الشاشه على البوابه ان هي دي الطياره بتاعتك. هناك بيحصل تفتيش بسيط على شنطه الهاند باج وشنطه السفر بتاعتك، سواء اللي هي بتاعت اللابتوب او شنطه شخصيه. بعد كده بتركب الطياره، تدور على الكرسي بتاعك، تقعد، واقول لك يا صديقي انطلق في اول رحلتك لالمانيا. في حالتين من الطيران دلوقتي هنتكلم عنهم. اول حاله لو انت مسافر ترانزيت. انا واحد مسافر على المانيا، كانت اول طياره بالنسبه لي ترانزيت في ميونخ. ترانزيت بيبقى وقته يعني يفضل يكون اكتر من ساعتين، لو اقل من ساعتين بيبقى ريسكي شويه انك ما تلحقش الطياره الثانيه. طب لو نفترض ان انت ما لحقتش الطياره اللي بعديها بسبب تاخير الطياره الاولانيه، يعني نفترض الطياره الاولانيه اتاخرت مثلا شويه وانت ما لحقتش اللي بعديها، هتروح لشركه الطيران، اي ممثل ليها او اي مكتب ليها يجي قدامك، روح عند اي بوابه موجوده عندها شركه الطيران بتاعتك. على سبيل المثال انا حصل معايا نفس الموقف، نزلت في ميونخ لقيت ان الطياره بتاعتي وانا نازل الطياره اللي انا المفروض اركبها طالعه بسبب تاخير في طياره في مصر، فبالتالي ما عرفتش الحق الطياره الثانيه اللي رايحه على هانوفر. فرحت لممثلي خدمه العملاء بتوع لوفت هانسا، قلت لهم انا اتاخرت طيارتي الاولانيه فما لحقتش الثانيه. على طول من غير ما يتكلموا لقيتهم محضرين لي تذكره سفر جديده على الرحله اللي بعديها لهانوفر. كانت فرقها تقريبا 6 ساعات، انتظرتهم في المطار، ما كانش في اي مشكله خالص. فلو انت طيارتك اتاخرت الاولانيه ما لحقتش الطياره الثانيه، من حقك انك تطالب ان هم يحجزوا لك على الطياره اللي بعدها. ولو الطياره اللي بعدها دي بعديها بيوم او اتنين، من حقك ان هم يقعدوك في فندق عندهم، يحجزوا لك في فندق في المطار على سبيل المثال. ده بالنسبه لو في الترانزيت. واول لما تنزل في الترانزيت لازم تدور على الشاشات اللي موجود فيها رحلات الطيران عشان تشوف رحلتك اللي بعد كده فين، في انهي جيت بالظبط، في انهي بوابه بالظبط. يبقى في المطار علامات وساينز ولوح كتيره موجوده بتبين لك اتجاهك، انت رايح في انهي، مثلا بوابه A او بوابه B او بوابه C او بوابه G.
اتش اف لغايه زي ما انت عايز، فتشوف بالظبط انا بوابتي مثلا جي 15، خلاص انا هتجه مع الساين اللي ماشيه مع جي، تفضل ماشي معاها ماشي معاها. اكيد في الوسط هتعدي على حاجه اسمها باسبور كنترول. باسبور كنترول دوت بيشوف البلد اللي انت رايحها بعد كده ليك تصريح دخول ليها ولا لا. بيسالك سؤالين مالهمش تالت، انت رايح فين بالظبط، عنوانك رايح فين، وغرض ان انت رايح عشانه ايه. لو انت رايح دراسه زي ما احنا بنتكلم في حلقه النهارده، كل اللي هتقوله له ان انت رايح تدرس في الجامعه، وتطلع له قبول الجامعه، وتطلع له طبعا الباسبور وعليه الفيزا وتامين السفر معاه. وبعد كده بيسالك انت هتقعد فين في المانيا لو انت باسبور الكنترول بتاعك في المانيا. لو عملت ترانزيت في ميونخ هيسالني السؤال ده، انت رايح فين في المانيا، هقول له العنوان الفلاني لو انا هقعد مثلا مع صديق ليا، او انا مثلا حجزت سكن طلبه، او مثلا متفق مع واحد ان انا هقعد في الاوضه بتاعته مثلا الفتره دي لغايه لما هو يرجع مثلا من سفر وكان مسافر عند اهله فتره. هتقول له انت رايح على عنوان ايه بالظبط في المانيا. بس السؤالين دول، عنوانك ايه، غرض السفر ايه، بس مش هيسالك اكتر من كده. فحاول تحضر نفسك للسؤالين دول. لما تخلص الباسبور كنترول هو ما بياخدش اصلا دقيقتين، هتروح بعد كده تكمل طريقك في اتجاه البوابه اللي انت المفروض تمشي فيها. وبعد ما توصل للبوابه الناحيه التانيه، تاكد برضو تاني مره ان الشاشه اللي هي موجوده هناك برضو فيها رقم الرحله بتاعتك وفيها نفس شركه الطيران. وتاكد كمان من الناس اللي واقفين على الجيت او البوابه ان انت فعلا في المكان الصح، عشان ما يحصلش لبس، لان برضو ساعات الطيران بيغير البوابات بتاعته. تاكد ان خلاص الطياره دي من البوابه ديت، خلاص اتاكدت، اقعد بقى استنى عندها، اعمل كل حاجه حواليها بس ما تمشيش بعيد عن المكان ده. خلاص جاي بقى ميعاد البوردنج، هتروح بقى للجهات اللي انت رايحها في المانيا، سواء اي مدينه بقى، اي مطار زي هانوفر، اي مطار تاني. انت خلاص عرفت كده انت في الوجهه الصحيحه وهتكمل بعد كده. طب في حاله ان مسافر من مصر مباشره على المانيا وهتنزل، يعني مثلا انا جامعتي في فرانكفورت، او انا جامعتي في ميونخ، مش محتاج ان انا اعمل كمان ترانزيت واركب طياره تانية، نفس اللي احنا قلناه بالظبط دوت. بس بدل ما هتدور على الجيت التانية، هتدور انت فين تخرج من المطار، وهتعدي كده كده على باسبور كنترول، وممكن تعدي كمان على تفتيش في النص. وبرده في حاله الترانزيت انا نسيت اقول معلش، هتعدي برده ممكن على تفتيش صغير، لان شنطه الهاند باج بتاعتك وشنطه السفر بتاعتك. شنطه السفر دي انا قصدي الشنطه الشخصيه او شنطه اللابتوب مع شنطه الهاند باج، دول ممكن تفتشوا تاني في المطار اللي هتعمل فيه الترانزيت. اخر حاجه ممكن اقولها على الترانزيت، لو انت بتعمل ترانزيت في دوله من الاتحاد الاوروبي، لما بتيجي هنا المانيا بتخرج من المطار على طول مفيش تفتيش. لو جيت من بلد خارج الاتحاد الاوروبي بتيجي هنا المانيا بيبقى فيه تفتيش تاني. فانا على سبيل المثال بروح هانوفر استقبل صديق ليا جاي مثلا من خارج الاتحاد الاوروبي، بقعد مثلا ساعتين مستنيه عشان يطلع من المطار، او واحد تاني جاي مثلا من مطار النمسا او مطار زيورخ، اول لما بينزل من الطياره ياخد شنطته ويطلع من المطار. عشان كده نصيحه مني بس مش لازم، يعني لو انت جاي المانيا اول مره حاول تعمل ترانزيت في بلد اوروبي. الدنيا بدات تشتي تاني، هي مش سايبيني في حالي ليه يا جدعان؟ يا شمس فينك يا شمس؟ الدنيا بتشتي جامد، اعمل ايه دلوقتي بقى؟ يلا هو الموبايل اصلا ووتر بروف، هنكمل تصوير في الشتاء. يلا بقى، والله الشتاء جميل بس زهقت، كل شويه لما اروح اصور بره يوقفني الشتاء وادخل جوه اكمل جوه. انا زهقت من الموضوع ده، هكمل في الشتاء يعني هكمل في الشتاء. طيب لما بتوصل في الاخر خالص الديستنيشن بتاعك او الاتجاه اللي انت هتروحه، سواء مثلا هانوفر بعد ما تكون عملت ترانزيت في حته ما، بيبقى في هناك باسبور كنترول ولا لا؟ لا. لو انت جاي زي ما قلت لك من الاتحاد الاوروبي ما بيبقاش فيه، لكن لو فيه بيبقى لو انت جاي من خارج الاتحاد الاوروبي بس. ممكن حد كده من الزول، بيسموه الزول، او ممكن تكون مثلا البوليس اللي بيبقى واقف على المخرج بتاع المطار مثلا، ممكن يسالك افتح لي الشنطه وريني فيها ايه. يعني لو شك فيك كده ممكن يقول لك افتح لي الشنطه، يوديك لاوضه كده تفتح له الشنطه بس يشوف هي فيها ايه. فممكن تحصل ان انت تتحط في الموقف ده، ان حد يسالك افتح لي الشنطه بعد ما تكون خدت الشنط. طبعا بعد ما تكون استلمت الشنط بتاعتك كبيره، ممكن حد من الزول دول يسالك ممكن تفتح لي يا باشا الشنطه كده بس اشوف فيها ايه. بيبص فيها بشكل سريع جدا، وبعد كده بيديك الشنطه تاني زي ما انت ماشي مع كل الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده واحنا بنحضر الشنطه. ما فيهاش مشكله انه يفتح الشنطه، افتح يا معلم، مش هتلاقي اي حاجه فيها مشكله. تبدا تقلق لو انت بقى جايب منتجات لحوم، منتجات البان، او اي حاجه ممنوعه، او اي حاجه ما ينفعش تجيبها معاك وانت جاي المانيا. وده اللي احنا قلناه كتير في الفيديو بتاع حضر شنطتك ازاي بالظبط. وصلت المطار ما لقيتش شنطتي، ضاعت، او وصلت المطار لقيت شنطتي مكسوره او فيها قطع او فيها اي مشكله. انا احكي لكم موقف ظريف حصل معايا. كنت جاي من كندا وعامل ترانزيت في لندن مع بريتش ايرويز، تمام. وفي لندن ما لحقتش الطياره بتاعتي الثانيه، ما اعرفش ايه مشكلتي مع الترانزيت والطيران اللي ما بلحقهوش دوت، تمام. لما رحت عشان يلاقوا لي طياره ثانيه، ما لقوش طياره مع بريتش ايرويز، لقوا ما طياره مع لوفت هانسا. فركبت مع لوفت هانسا، عملوا تشيك ان للهاند باج جوه الطياره، ما قدرتش اخدها معايا في الطياره من فوق، خدوها من طياره في الطياره من تحت. الهاند باج ديت لما انا وصلت هانوفر لقيت دراعها مكسور. عملت ايه ساعتها؟ اي مطار في المانيا في مكتب، المكتب ده ممكن تروح له تثبت حاله ان الشنطه دي مكسوره
وساعتها بتطالب بتعويض من شركه الطيران. انا سالوني بكام الشنطه دي، طبعا ما كانش معايا ريسيت ولا ما كانش معايا اي حاجه تقول انا جبتها بكام. قلت لهم انا جبتها ب 50 يورو، على حسب ما انا فاكر كنت جبتها في الحدود دي، انا ما كنتش فاكر بالظبط كام، وفعلا هي كانت ب 50 يورو يعني. موقف بس ظريف اللي حصل ان انا لقيتهم باعتين لي جود شاين ده يعني كارت بقيمه 50 يورو اشتري بيه شنطه تانية زي الشنطه اللي انا جايبها ديت من على موقع وسيط او شركه تبع شركه الطيران. رحت اشتريت شنطه جديده، وخدوا بالكم ان انا لسه معايا اللي ايديها مكسوره يعني ما خدوهاش مني. وعملت حركه كمان جامده، رحت للشركه اللي انا جايب منها الشنطه قلت لها يعني بعد سفريه واحده شنطه الاقيها كده اتكسرت. الشركه بقى اللي انا اصلا مشتري منها الشنطه، ما ينفعش كده يا استاذ مصطفى، انا بعت لك شنطه جديده. فمعايا الشنطه المكسوره والشنطه تعويضيه من الشركه اللي انا اشتريت منها الشنطه، وشنطه تعويضيه من شركه الطيران، فبقى معايا 3 شنط في الاخر لما الشنطه بتاعتي بس دراعها اتكسر. فيا ريت كل مره اسافر فيها يكسروا لي شنطه بس. فانت لو حصل اي مشكله ان شنطتك مش موجوده او ما لقيتهاش او حصل فيها قطع ما، روح للمكتب دوت واثبت الحاله. لو انت شنطتك ضايعه تابع شنطتك. حصلت معايا، رحت على فرانكفورت في مره من المرات كنت راجع من مصر والشنطه بتاعتي ما لقيتهاش، شكرتهم. ليه شكرتهم؟ قلت لهم شكرا ان انتوا ما جبتوهاش من مصر، لان انا كنت مسافر ساعتها بالقطر من فرانكفورت لهانوفر وما كنتش عايز اشيل حاجه. فكل اللي عملته اديتهم عنواني في هانوفر، بعد تقريبا 5 ايام لقيت الشنطه جايه لي بالدي اتش ال. بس هي ما كانش في حاجه تبوظ الصراحه يعني، ما كانش في الشنطه حاجه تبوظ، كان فيها بسبوسه وكحك، الحاجات دي بتقعد وتستحمل يعني، فبسطت برضه. فيعني تجارب السفر دي والحاجات دي بصراحة الواحد بيفتكرها بيضحك كتير. تمام، بس يا سيدي انت كده وصلت المطار، خرجت منه ومعاك شنطتك ومعاك حاجتك والدنيا سليمة ومفيش أي مشاكل. تمام، تعمل ايه بقى بعد كده يا صديقي؟ لا ما تخافش، انا مش هسيبك هنا يعني اقول لك لا روح بقى مع نفسك انت، روح بقى وعيش، لا، مع بعضينا لسه. انت كده وصلت المطار وعايز تروح العنوان اللي انت هتسكن فيه. لو انت صاحبك مستنيك في المطار خلاص بقى يا عم روح انت لو معاه، هو اكيد عارف ازاي هتروح. لكن لو انت لوحدك زي كده جيت المانيا لوحدك ومفيش حد هيستلمك في المطار وهتروح لوحدك، الحته اللي جايه دي مهمه. في المطار في الغالب بيبقى في قطر بيوديك لسيتي سنتر بتاع المدينه. القطر ده لازم تحجز له تذكره من المكنه او من الاب او اونلاين قبل ما تركب القطر، لانك انت مفيش بقى زي مصر كده كمساري جوه القطر بتقطع منه تذكره زي ما انا كنت فاكر اول مره واخر مره اركب من غير تذكره في المانيا. قبل ما تركب القطر لازم تكون قاطع تذكره من على الرصيف بتاع القطر، بيبقى في مكان هناك لقطع التذاكر، بيبقى حتى متوفر فيه اللغه الانجليزي لو حتى الالماني بتاعك مش قد كده. في نوع التذاكر تاكس تيكت او اللي هي اليوم كامل، في نوع تذاكر اتجاه واحد بس. لو انت عايز تروح بس العنوان بتاعك اللي انت رايحه او السيتي سنتر مثلا اللي موجوده، هتروح اتجاه واحد بس، ودي بتبقى الفاليد بتاعتها ساعتين، المده اللي تعرف تستخدمها فيها ساعتين بس. لكن تاكس تيكت انت بتبقى تمشي في المدينه اللي انت فيها زي ما انت عايز في طول اليوم لغايه الساعه 5 اليوم اللي بعديه. فانت اللي تحدد عايز تاكس تيكت ولا عايز سيت تيكت. انا لو جاي بالنهار مثلا بدري قوي ممكن اعمل تاكس تيكت عشان ابقى عايز الف في المدينه براحتي في المواصلات بتاعتي. لكن لو انا جاي مثلا بالليل او متاخر مفيش وقت ان انا الف في المدينه في اليوم ده، يبقى هي ان سيت تيكت او اللي هي تذكره الاتجاه الواحد. الحته اللي جايه بقى لو انت هتركب اتوبيس مش هتركب قطر، في بعض المطارات ما فيهاش للاسف محطات قطوره جواها، يبقى فيها اتوبيس بياخدك لنص المدينه. افتكر مثلا مطار دورتموند ما فيهوش الاوبشن ده انك انت تركب قطوره، تركب منه شاتل باص او باص يعني بيوديك المطار نص المدينه، فبالتالي انت ساعتها هتركب اتوبيس نفس الفكره، بيبقى فيه تاجس تيكت او ان سي تيكت هي نفسها بتاعت القطر، ما فيهاش فرق فظيع عن القطر، هي نفسها بتاعت القطر، تقدر تقطعها من سواق الاتوبيس. هي دي الفكره، ان انت لو مش عارف تقطع من المكنه والدنيا ملخبطه معاك ممكن تقطع من سواق الاتوبيس، تقول له انا عايز ان سي تيكت او ان سي فارت، انا عايز تيكت اتجاه واحد. في نقطه مهمه وانت بتحجز في المكنه، حاول تخلي بالك قوي من اللي انت فين وبتحجز لمين، عشان بيبقى فيه زونز. هانوفر المدينه بيبقى زون ايه، كبرت شويه زون بي اللي فيه المطار بتاع هانوفر، زون سي اللي فيه بقى بقيه القرى والحاجات اللي حوالين هانوفر. فانا وانا جاي من المطار مثلا رايح للسيتي سنتر بتاع هانوفر هبقى عايز اركب قطر زون A و B عشان يغطي المسافه دي كلها. فهي بس الموضوع معقد شويه، بس لما تفهمه بيبقى سهل جدا والدنيا بعد كده بتبقى بيس اوف كيك. تمام يا صديقي، كده احنا فهمنا ايه الدنيا. الحته دي معلش انا هختفي وهجيب لك على الابلكيشن بالظبط ازاي مثلا لو انا نزلت في مطار هانوفر اوصل لعنوان مثلا في هانوفر. يلا بينا. انا استخدمت الابلكيشن بتاع جوجل مابس وقلت ان انا عايز اروح مثلا من هانوفر فلوكهافن هو مطار هانوفر لحته اسمها ماك فيت ستوديو، ده عباره عن فيتنس كلوب او عباره عن جيم موجود هنا في منطقه في هانوفر. وهنا اداني الاوبشنز 4 اوبشنز، بالقطر وبالاتوبيس وبعد كده قطر واتوبيس وبعد كده قطر وبعد كده اوبان او شتراسنبان وبعد كده اتوبيس وقطر وبعد كده اتمشى. افضل وقت واقصر واحد اللي انا لقيته في 47 دقيقه. لو جينا ضغطنا عليه هنلاقي في الجزئيه اللي فوق ديت هي عباره عن القطر هنركبه من المطار اس 5
في اتجاه بادربورن هاوبنهوف، وهيعدي على 6 محطات في النص، وبعد كده هيوصل لهانوفر سنتر ستيشن اللي هي هانوفر هاوبنهوف. في نفس المحطة بالظبط هركب اوبان او مترو او شتراسنبان او شتادبان في اتجاه رقم 1 لاتسن. هعدي على 11 محطة هياخدوا حوالي 16 دقيقة. هنزل عند حتة اسمها امبربنكا، وبعد كده هتمشى 3 دقايق عشان اوصل للماك فيت فيتنس ستوديو. لو جينا ضغطنا بالظبط هنلاقي الحتة اللي انا هوصل فيها في الامبربنكا عبارة عن تمشية 3 دقايق، وهوصل بقى للماك فيت فيتنس ستوديو. ده هو الطريقة المبسطة عشان توصل لمكان اللي انت عايزه او السكن اللي انت عايزه في البلد اللي انت هتيجي فيها. من الحاجات برضو اللي لازم تعرفها ان في غرامة الركوب من غير تذكرة حراقة شوية، يعني ممكن تبدأ من 60 يورو وانت طالع على حسب نوع القطر اللي انت هتركبه. فوانت بتركب القطر خلي بالك ان انت يبقى معاك التذكرة فعلا المناسبة للقطر، وخلي بالك برضو ان انت يبقى اتجاه القطر مكتوب ورقم القطر يكون مظبوط بالظبط مع اللي احنا قلناه موجود في الابلكيشن، زي المثال اللي انا قلته دوت. لو اتقفشت من التذكرة مثلا مش صالحة للجهة اللي انت رايحها او للقطر اللي انت راكبه، بتلبس في تذكرة ممكن تكون 60 يورو فيما فوق. بس في تركايه بسيطه كده، في تركايه بسيطه وبرده دي حلوه خليها في بالك. لو انت طالب في الاول واتلبست يا عيني في غرامه، الحمد لله ما اتلبستش في غرامه لغايه دلوقتي، بس لو انت طالب كده واتلبست في غرامه غلطت مثلا في اتجاه قطر، ركبت قطر مثلا ما ينفعش تركبه، احتمال مثلا يسامحوك او يقول لك ماشي يا عم ما تعملش كده المره الجايه، عشان هم بيبقوا عارفين ان انت ممكن تكون غلطان غصب عنك، بس في 90% هيلبسوك غرامه. افترض ان انا لبست غرامه 60 يورو، هتروح للجهه بتاعت المواصلات دي في المدينه اللي انت رايحها. هنا في هانوفر اسمها اوسترا دي مسؤوله عن المواصلات جوه هانوفر، او مسؤوله عن المواصلات في انحاء هانوفر، يعني سواء هانوفر او في الحتت اللي حوالين هانوفر. هروح للمركز بتاعها في وسط المدينه اقول لهم معلش انا طالب، انا غلبان، كنتش اعرف ان انا جيت ولبست غرامه. بيقولوا لك ال 60 يورو دي تدفع في الاخر بس 6 او 7 يورو بس. فانت لو حصلت ان انت لبست بدون قصد ممكن تروح للمكتب دوت ويتقللها لك ل 6 او 7 يورو. لو انت حتى مش طالب وحصلت ان لبست في غرامه، نفترض انا واحد شغال اهو، نفس الفكره، روح برضو لنفس المركز دوت لهم دي اول مره ليا البس غرامه، وبيقللها لك ساعتها برضو المبلغ يبقى 6 7 يورو برضو. فدي تريكايه برضو خد بالك منها. من الحاجات اللي مش ضروريه خالص انك تركب تاكسي، يعني تقول مثلا انا يا عم حوارات القطاره وحوارات الاتوبيسات دي مش هبقى عارفها في الاول فهركب تاكسي لغايه المكان. اولا المطارات بتبقى بعيده عن المكان نفسه اللي انت هتروح في الغالب، التاكسيات حراقه جدا اسعارها في المانيا. انا افتكر ان انا اضطريت بس في مره ان القطاره ما كانتش شغاله، ورحت من هانوفر المكان اللي انا كنت ساكن فيه للمطار دفعت حوالي مش فاكر 50 يورو. فيعتبر انت لو جاي في اول مره المانيا مش عايز تدفع الرقم دوت في حاجه بسيطه ممكن تدفع فيها 2 3 يورو في القطر. فانا دونت ريكومند او مش بقترح عليك ان انت تدوس في الاوبشن تاكس دوت، مش حاجه كويسه يعني، تلبس وبيقعد يعد عليك جامد. طيب في نقطه مهمه جدا برضو، في نقطه مهمه وكانت محوريه جدا في اول مره جيت هنا في المانيا، ان انا كنت مش لاقي نت على الموبايل، مش عارف اوصل للناس اللي في مصر، مش عارف اوصل للناس اللي هنا في المانيا اللي هو كنت هستلم منه الاوضه، بسبب ان انا معيش نت ومعيش اي حاجه. اي مطار في المانيا في نت، في اوبن واي فاي تقدر تخش عليها وتفتح النت عليها، بس ممكن يبقى فيها يوسج ليميت، يعني ما تفتحش وتقعد ترغي بقى في يوتيوبك وحاجاتك. ساعات بيبقى فيه ليميت ساعات لا، فانت اقرا وانت بتعمل اكسبت للريجوليشنز بتاعت النت نفسها في يوسج ليميت ولا لا. لو ما فيش قشطه عيش زي ما انت عايز. بس في معظم مطارات المانيا في انترنت، في اوبن واي فاي تقدر تكونكت ليها، وتقدر انك انت تستخدمها في انك انت تقول مثلا لاهلك في مصر طمنهم ان انت وصلت المانيا، تكلم الناس اللي مستنيينك في المانيا او اللي هيتقابلهم في المانيا ان هم خلاص انك هتركب مثلا طيارات ثانيه بعد شويه. في اي مطار في المانيا في نت، دي نقطه مهمه لازم تعرفها. النقطه الثانيه اللي تعرفها برضو وانت في القطر، حاول تدور برضو ان كان في نت في القطر ولا لا. بعض القطار في المانيا فيها خدمه برضو الاوبن واي فاي، برضو هنا تلاقي نت وممكن تكلم برضو بيه زي ما انت عايز. بتاع القطوره دوت ما فيهوش ليميت. يعني بالنسبه لو انا جيت لوسط البلد بقى خلاص معيش نت اعمل ايه؟ الحاجه اللي انا ممكن اقولها لك ان اي ابل ستور، لو انت لقيت حواليك اي ابل ستور، اي محل منتجات ابل بيبقى عليه واي فاي فور فري، انت تقدر تخش عليها وبرضه تستخدمها عادي. دي نقطه مهمه. حاول تشوف برضه الاوبن واي فاي اللي موجوده في المكان. بعض المطاعم مثلا بتقول الجيست واي فاي، يعني بعض المطاعم بتدي واي فاي اي حد ممكن يكونكت فيها. فدي نقطه مهمه جدا عشان انت لما بتيجي ما يبقاش معاك سيم كارد في الاول، تضطر انك انت تقعد تدور بقى على اي واي فاي حواليك انك انت تستخدمه. نقطه مهمه تانية برضو عايز اقولها، يعني حاول وانت جاي ومعاك بوكيت ماني ما تجيبش دولارات امريكي. ليه بقى انا بقول ما تجيبش دولارات امريكي؟ مع ان هي المفروض سواء جبت دولار او جبت يورو الموضوع ما يبقاش فيه مشكله يعني، ولا ايه؟ المشكله ان سعر تحويل الدولارات الامريكي هنا في المانيا جوه البنوك تخسر فيها قوي. حاول تحولها وانت في مصر اليورو، لما يبقى اليورو والدولار بالنسبه لهم مهمين، يعني يورو ودولارات في مصر مهمين الاثنين، فتقدر انك تحول بينهم بسهوله. لكن لما بتيجي هنا المانيا، هنا بيحاولوا يخسفوا بالدولار شويه، يعني سعر اللي هيدوك في الدولار عشان تحول
بيه بيبقى مش حلو قوي. عشان كده انا ريكومند مني انك انت تجيب معاك يورو، ما تجيبش معايا دولارات، لان انا خسرت في دولارات قبل كده كتير. ماشي، لو انت جيت بالليل بقى وصلت بالليل المكان كده، باي باي صديقي، اليوم بتاعنا خلص، خد شاور ونام. لكن لا استنى، لو انت بقى جيت الصبح هتعمل ايه؟ تعالى لي بقى، تعالى لي يا صديقي كده، نظبط مع بعض هنعمل ايه الصبح مع بعضينا. مش انت ممكن تعمل حاجتين في اليوم ده، ما تكترش عنهم. حاجتين، اول حاجه هتاكل فين؟ لو انت جايب اكل كده من ست الوالده ممكن تاكل يكفيك بقيه اليوم، قشطه زي الفل. لو انت معكش اكل وعايز بقى تشوف اكل بره، ممكن اقترح عليك تو اوبشنز. شوف المطاعم التركي بيبقى عندها دونر تاشا، يعني وجبه اسمها دونر تاشا، بيبقى بوكس كده مليان خضار على شاورما على بتبقى حلال يعني ما فيهاش مشكله، على بطاطس على رز على برغل، بيبقى بوكس كده لذيذ. البوكس دوت بيبقى في حدود مثلا 4 5 6 يورو لو انت بس عايز تقضي حاجه في اول يوم، ده ريكومند. او تشوف اي مطعم عربي طبعا لو في مطعم عربي حوالين المكان اللي انت رحت. اوبشن تاني، لو انت حابب تطبخ حاجه بس انا مش شايف ان اليوم ده هينفع تطبخ فيه، في فاست فود بيبقى جوه المحلات الالمانيه، بيبقى اسمه فيرتش كخشته. مثلا تبقى مكرونه وايت صوص بالسبانخ، مثلا مكرونه متشوحه مع خضار، بتبقى برده الكيس دوت بيبقى في حدود 2 ونص 3 ونص يورو، ما بيزيدش عن كده يعني. تاخد الكيس تحطه في الحله، تسخنه، تقلب، كل. بس هو فاست فود بيبقى لذيذ، هو مش اكتر حاجه صحيا صراحة، بس بيبقى اوبشن كويس انك انت تقضي بيه اول فترة او اول يوم او اول كام يوم هتيجي هنا في المانيا، بحيث ان انت تفضي نفسك من موضوع الاكل دوت. وانا باذن الله وربنا بس يديني الصحة ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر في المستقبل، هتكلم عن كل المنتجات سواء منتجات غذائية او لبس او كل حاجة في المانيا الفترات اللي جاية، بس نغطي بس المواضيع المهمة في الاول. فهتشوف مني فيديوهات تانية بتكلم فيها عن الاكل والشرب والدنيا كلها في المانيا عاملة ازاي. مش هسيب ان شاء الله موضوع لما نقعد نرغي فيها لو انتوا براحتكم. ممكن في اليوم ده لو انت عندك وقت دور بقى الحوار السيم كارد. وبالنسبه للسيم كارد هيبقى عندك اوبشن واحد بس انك تجيبه، هيبقى عباره عن سيم كارد بريبايد، هو اسمه كده ملوش اسم ابن الماني، سيم كارد بريبايد. ممكن تروح عن شركات زي فودافون او2 وتيليكوم وتسال عندهم على النوع ده من السيم كاردز. ده بيبقى عباره عن ايه؟ اقول لك، انا بيبقى عباره عن سيم كارد تقدر تفعله لمده 4 اسابيع. الاربع اسابيع دول بيبقى فيه باكج معين او باقه معينه. الباقه مثلا انا عايز 2 جيجا او 3 جيجا مع 300 دقيقه اتكلم فيهم في التليفون مثلا، ده كله بيبقى ب 7 يورو، 8 يورو، 10 يورو، 12 يورو، 15 يورو، على حسب كبر الباكج اللي انت هتحجزها او اللي انت هتشتريها يعني. بعض المحلات زي فودافون واوتو وتيليكوم بيقعدوا يقولوا لك لا انا عايز اقامه، انا مش عايز فيزا، الفيزا دي ما تلزمنيش. في اوبشن، والاوبشن ده بيبقى احسن وارخص، انك تروح على محلات زي الدي وليدل وبرضه نتو، بس انا يعني بركز قوي على الاثنين دول، والدي بالذات بيبقى عندهم سيم كاردز برضه جوه السوبر ماركت. فتتخش السوبر ماركت ممكن تسال الكاشير مثلا تقول لها بو كان السيم كارد بريبايد فيندن مثلا، اقدر الاقي فين السيم كارد بريبايد؟ هتشاور لك او هتقول لك اهي. في الغالب بتلاقيه موجود عند الكاسه او الكاشير نفسه او الشخص اللي بيحاسبك، بيبقى في جنبه في حته ما عنده، تقدر انك انت تروح تشوف الاوبشن. بيبقى عباره عن ورقه كده بيبقى جواها السيم كارد ومكتوب عليها الاوبشنز من بره، كام جيجا نت وكام دقيقة ممكن تستخدمها. بيبقى في الحدود برضو اللي انا قلت لك عليها 7 8 10 يورو. بس انت لما بتجيبه وتحطه في الموبايل مش بيتفعل السيم كارد، بيبقى في خطوة لسه ناقصة. الخطوة اللي ناقصة دي انك تعمل فيريفيكيشن، يعني فيريفيكيشن اونلاين بانك انت شخص مقيم في المانيا. دي تقدر تعملها بالخطوات اللي مكتوبة جوه السيم كارد نفسه، بمعنى انك انت بيبقى موجود اللينك ده بيبقى موجود جوه السيم كارد، تقدر انك تروح عليه وتسجل انا عايز اعمل فيديو فيريفيكيشن. الفيديو فيريفيكيشن دوت واحدة هتيجي معاك توريها انت الباسبور بتاعك، توريها انت الفيزا بتاعتك، تقول لك كده تمام انت نظامي او الدنيا ماشيه صحيح معاك في المانيا، خلاص انا مش عايز اكتر من كده، وتديك الاكسبتنس ان انت تفعل السيم كارد. لان ممنوع ان حد في المانيا يكون مش مقيم بشكل شرعي يبقى معاه سيم كارد. فانت تتبع التعليمات جوه السيم كارد لحد ما تعمل فيريفيكيشن لنفسك وللفيزا بتاعتك هنا في المانيا عشان تقدر ان الخط دوت يفعله لك. الحوار ده ممكن ياخد يوم او يوم ونص او يومين ماكسيموم. افضل تعمله في اول يوم. لو انت جيت يوم حد، للاسف المحلات كلها قافله مش هتعرف تعمل الموضوع ده، السوبر ماركتات بتبقى قافله كلها. بس خد التركايه دي برده مهمه قوي برده، في يوم الحد هتلاقي كل المحلات قافله. بس لو رحت محطه القطوره الرئيسيه، وانا بتكلم عن القطوره مش المترو مش الشتاد بان او الشتراسن بان، بتكلم على محطه التسوجا اللي هي بتبقى بانهوف، هاوب بانهوف بتاعه المكان اللي انت هتروح، يعني هاوب بانهوف هانوفر، هاوب بانهوف يعني مين ستيشن هانوفر. لو انت رحت فيها لازم يبقى في سوبر ماركت فيها جواها فاتح. دي بقى انا حاجه ما كنتش عارفها، وكنت جاي يوم حد المانيا اول مره، عرفتش اجيب اي سيم كارد في اليوم دوت بسبب الموضوع دوت. مش عارف ان النقطه جوه الهاوب بانهوف بتاع هانوفر في سوبر ماركتات فاتحه كده. دي اول يوم بالنسبه لك خلص، فيديو طويل كله تفاصيل، ودي الطريقه اللي احنا هنكمل بيها الحلقات الجايه. تشاور ونام واستريح، ونشوف مع بعض بقى الايام اللي جايه هنعمل ايه بالتفصيل الممل. مش هسيب ان شاء الله تفصيله ولا ورقه مطلوبه منك في اول فتره غير لما احكي لكم عليها عشان تبقى شارب الموضوع صح قوي. اتمنى تكونوا اتبسطتوا من الفيديو واستمتعتم.
لو انت وصلت للحته ديت وعجبك الفيديو وعجبك اللي احنا بنعمله دوت، يا ريت تدعمني باللايك وتشجعني، دي حاجه ممكن تحمسني جدا وتخليني اعمل محتوى اكتر في المستقبل. لو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل جديد. اشوفكم ان شاء الله فهنعمل ايه يا صديقي في تاني يوم في المانيا. في امان الله. سلام يا صديقي.